السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنشوف مع بعض مشتريات الاسبوع من الفاكهة ومن الخضار بالاسعار. حطيلي لايك على السريع ويلا نبدأ الفيديو مع بعض. اول حاجة خالص جبتها البصل دوت الكيلو عامل 17 ونص. جبت 3 كيلو. كان فيه الحجم الاصغر من البصل عامل 15 جنيه، فجبت الوسط ده عشان بيسهل عليا في الاكل وكده. عامل 17 ونص زي ما قلتلك. طبعا ده اواني البصل اللي هو بيبقى ابيض ده، فطبعا بيكون ارخص بكتير من البصل الاحمر. عارفين البصل الاحمر وصل ل30 و40، استبدلته بالبصل اللي هو الابيض العادي ده. تاني حاجة جبتها معايا هي البطاطس، دي بطاطس تحمير. ده الكيلو عامل 15 جنيه. نقاوة وكل حاجة، عشان في ناس مش بتحب اللي انت تنقي عندها، بس دي نقاوة وكل حاجة. بطاطس تحمير. جبت برضو 3 كيلو. جبت 3 بصل وجبت 3 بطاطس. دي الحاجات الأساسيات، على طول أول ما انزل لازم أجيب بطاطس وبصل. لازم كل أسبوع كده. بعد كده جبت جبت البرتقال. السفندي، يا ربي ده سفندي، اصل جايبه برتقال وسفندي يعني. المهم السفندي ده الكيلو عامل 10 جنيه. جبت 2 كيلو ب20. السفندي نازل جميل قوي، في ب10 وفي ب8. يعني وانتي بتتمشي في السوق كده هتلاقي اسعار مختلفة يعني. بس انا ده بعد ما جبته ب10 لقيت اللي فيه ب8، وبرده نفس الحجم كده، برده كان جميل الصراحة وزي الفل. فلو لقيته ابو 8 يعني حاولوا كده تشتروا يعني حاجات موفرة. بعد كده جبت البرتقال، ده برتقال اللي هو بسرعة العادي. برتقال دوت الكيلو عامل 10 جنيه تقريبا كده. جبت كيلو ونص. دول كيلو ونص عاملين 15 جنيه. والبرتقال برضو السكري نزل. بس انا الصراحة لسه مجربتهوش. بعد ما اشتريت اللي هو اللي بسرعة ده لقيت اللي فيه سكري. بس ان شاء الله المرة الجاية هبقى اجيبه كده معاكم. واشتريت كمان صفقة بقى الطماطم دي. الطماطم تحفة جدا جدا. ده الكيلو عامل 10 جنيه. اشتريت 7 كيلو. ناوية ان شاء الله افرزهم لرمضان. ابدأي كده فرزي من دلوقتي بقى اول باول، يعني انا دايما بعمل كده اهو. مثلا نازله السوق زي كده اجيب لي شروط طماطم، اجيب لي شروط بسله. فاهمين قصدي؟ حاولوا كده تبداوا تفرزوا رمضان. كل سنه وانتم طيبين يا رب. اللهم بلغنا رمضان يا رب ونحن في احسن حال. فتسهلي على نفسك. وجبت كمان البسله دي. الكيلو عامل 25. كنت جايباه الاسبوع اللي فات كان الكيلو ب20، بس المره دي غلت. جبت 2 كيلو بس. ان شاء الله برضو ناوي افرزهم لرمضان. بس الصراحه وانا بفصفصهم ما طلعوش احسن حاجه يعني، كان في منهم كتير قوي فاضيين. مش عارفه بدا اخر السنه ولا ايه. مش عارفه يعني. المره اللي فاتت كنت جايباها احسن من كده وكانت ب20 ارخص. وكانت مليانه الصراحه. لكن دي يعتبر فاضيه يعني، مثلا هدرت ربعها الصراحه كان فاضي. وبعد كده جبت تاني. هنشوف دلوقتي مع بعض. جبت ليمون اللي هو عفوا. جبت ليمون اللي هو الليمون العادي دوت النص ب10. الربع ب5، نص ب10. كل ما انزل برضو بجيب ليمون وبفرزه. هتشوفوا ازاي بفرزه معاكم في اخر الفيديو. في حاجات كده هوريها لكم ازاي بفرزها برضو ان شاء الله. اي حاجه من دلوقتي ببدا افرزها لرمضان. وجبت كمان الخيار، كيلو الخيار، لا ده فلفل يا ربي. جبت الفلفل. نص الفلفل عامل 10 جنيه، الربع ب5. ده جبت نص. بس مجربتش انا الصراحه افرز الفلفل والحاجات دي. بلاقي ناس بتفرز بصل، بتفرز فلفل. بس انا مجربتش وما عنديش مجازفه ان انا اجرب، لان الصراحه الحاجه غاليه. فالحاجه اللي انا عارفاها بفرزها، اللي مش عارفاها بجيبها استخدام كده بالاسبوع. جبت كمان الليمون ده بنسميه ليمون كده قضاليا. ده الكيلو عامل 4 جنيه. اشتريت كيلو. ده برضو هفرز منه وبينفع بناكله كده سلايزات كده جنب الاكل. بعمل بيه السمك برضو بيكون تحفه، وكمان اوفر من الليمون العادي. وجبت كمان جزر. كيلو الجزر عامل 6 جنيه. الجزر برضو نازل جميل قوي. ابدأوا برضو خللوا ان شاء الله يعني، اعملوا مخللات كده لرمضان وكده اهو. الجزر جميل جدا ب6 جنيه. والجزر الشتوي ده بيبقى جميل قوي، احسن من الصيف يعني. بتحسوا الجزرية كده ببركتها كده، هو مش ناشفة ولا حاجة. فالمهم اشتريت كيلو، بس كان حجمه مش الكبير. يعني حجمه يعني اقول لكم قد الصباع كده، هو مش كبير او حاجه. مش انا مثلا المقياس الصغير، لا ده هو كل اللي عند الراجل كان الصغير ده. فممكن عشان كده ب6 جنيه بقى، وهو نازل كده في السوق يعني. ما عنديش فكره. جبت كمان البتنجان دوت. كيلو البتنجان كان عامل 8 جنيه. دول تقريبا يعني ب6 جنيه كده. ال3 بتنجان دول. طبعا ينفعنا بقى في سلطة بابا غنوج. في الفطار كده بتنجان مقلي. بتنجان برضو من اساسيات السوق يعني، هو السوق الاساسي بتاعه البصل والطماطم والبطاطس والبتنجان. واشتريت كمان خيار. كيلو الخيار كان عامل 10 جنيه.
الخيار برضو نازل جميل قوي، بس مش هملح منه لان يعتبر غالي. يعني راح اقول املح خيار ولا املح جزر؟ لا املح جزر، لان الجزر الكيلو ب6 جنيه. دايما كده وانا بشتري حاجات بفلتر كده ايه اللي ينفع يتخلل، اللي ينفع نعمله للسلطه، فاهمين قصدي؟ هبدأ دلوقتي بس اشيل الحاجات معاكم واشوف الحاجات اللي تتحط في التلاجة تتحط، الحاجات اللي هحطها في التربو تتحط. يعني اول ما باجي كده بالسوق اول باول ابدأ ايه اشيل الحاجة، مش بحب احط الحاجة في اكياس كده وافضل رامية منها في المطبخ واستخدم منها، لا. حاجة حاجة كده ايه اشيلها في الانجاز اسهل على نفسي. والنهاردة كان يعني هو يوم السوق ده كنت ناوية اعمل الطماطم التفريز، فبرضه هاخدها برضه اغسلها وابدا اقطعها برضه عشان افرزها ان شاء الله. بفرز بعملها صلصة وبشيلها في اكياس، وبرضه بعمل منها عصير طماطم برضه بشيله في اكياس. فاهمين قصدي؟ بحيث العصير ينفعني ايه في الطبيخ. دلوقتي بقى هفرز معاكم الليمون ده. يعني هاخدهم الاول اغسلهم حلو قوي قوي تحت المية يعني، عشان كانوا فيهم طينة وكده. غسلتهم حلو قوي. واهم خطوة في التفريز اللي انت تنشفي الليمون، تنشفيه بورق بقى مناديل، بفوطة اي حاجة. في ناس بتحب اللي هي تمسحه بس انا بحب اغسله وبعد كده امسحه حلو قوي. كنت عايزة اوريكم الليمون ده كنت مفرزاه برضو قبل كده، ده برضو قاعد مدة كبيرة. وما شاء الله زي ما هو. ومش بقفل الكيسة على الاخر، يعني بسيبها كده مهوية بحيث اطلع الليمونية لو مستعجلة عليها، واحطها في كوباية مية. يعني تبدأ اللي هي تطرى شوية ابدأ اللي انا استخدمها. كنت الاول بفرز الليمون ببدأ اعصره، كنت بعصره الاول بالعصارة وابدأ احطه في قوالب التلج. ولما يتلج ابدأ اخد القوالب الليمون دي احطها في كيسة. بس الصراحة كان مجهود وكان بهدلة، وانا على طول اصلا ايديا في الشتاء بتكون ضايعة، بتكون يعني فاهمين مخربشة وكده يعني، من الشتاء وكده. فكنت بتهرى بقى من الليمون اصلا بيلسع الايد، وكنت في ازمة. بس من ساعة ما جربت الفكرة اللي انا احطه في اكياس وهو صحيح، ما بقتش الصراحة يعني بعمل الفكرة اللي هي اللي انا اعصره ده، وبيطلع زي ما هو. وكمان الليمون القضاليا ده لما بلاقيه، لان ده احنا عارفين بيطلع وقت كده معين، اول ما بلاقيه برضو بحب ان انا افرز منه لان بينفعني قوي في السمك. اقطعه دواير وافرشه ايه في الصينية كده بيكون تحفة جدا. هفرز بقى كيسة الليمون دي اللي هو الليمون الكبير والليمون العادي الصغير زي ما قلت لكم. كل بقى ما انت نازله، عارفين في ناس بتيجي مثلا قبل رمضان بيومين ثلاثه تك 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 تفريزات ويكونوا مدوخين نفسيهم. لا انا احب بقى ايه على مهلي، سواء بقى في الترويق او سواء حتى في التفريزات. حاجه حاجه كده مثلا فاهمين، يعني كل اسبوع بكون جايبين حاجتين اقعد اتسلى فيهم. مش عارف الطماطم اتسلى فيها في يوم كده اهوت. وان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي هينزل لكم تفريزات السمك، جايبه شويه اسماك ان شاء الله رمضان باذن الله. هوريكم ازاي بقى بفرزها وازاي بتبلها وكل حاجه ان شاء الله في الفيديو الجاي، استنوه. وهنا كنت بوريكم برضو الطماطم. عملت 3 اكياس عصير والباقي عملتهم صلصه. زي ما قلت لك العصير يسهل عليا الطبخه، مش لسه هعصر بقى وشفشق ومواعين وزهق، لا. اطلع الكيس ارميه في الحله على طول مع الاكلايه، تبقى مية مية. ده كده الفيديو بتاعي. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الاسعار، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا منه. ودايما اكتبي ورقه وقلم الحاجات اللي انت عايزه تنزلي تشتريها، لان ساعات كتير قوي ننزل السوق يعني فاهمين يفلت منكم حاجه كده حاجتين تكونوا نسيتوا اللي انتوا تشتروها. دايما اكتبوا بورقه وقلم كده بحيث ايه ما تنسيش حاجه في السوق. وبس هو ده كده الفيديو بتاعي. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير، مع السلامه.